وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. صلى الله عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. أشهد يا مولاي لقد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة واتبعت سنن نبيك وعملت بكتابه وجاهدت في الله حق جهاده حتى دعاك الله إلى جواره وقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا نهتدي بهديكم ونسير على نهجكم فنفوز فوزا عظيما. لبس الإسلام ثوب السواد يوم أردى المرتضى سيف المراد. ليلة ما أصبحت إلا وقايا يد غلب الغي على أمر الرشاد. ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على العباد. قتلوه وهو في محرابه طاوي الحشا من ماء وزاد. بكاه الملأ الأعلى دما وغدا جبريل بالويل ينادي هدمت والله أركان الهدى حيث لا من منذر فينا ينادي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أمير المؤمنين إمام المتقين سيد الوصيين قائد الغر المحجلين، ألقاب
يعسوب الدين إلى آخره، ألقاب لا يستحقها غير هذا الشخص في هذا العالم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علي عليه السلام الذي بدأ حياته في المسجد وأنهى حياته في المسجد، ولشدة ما كان مطمئنا بين البداية والنهاية ختمها بكلمة هادئة خرجت عن يقين: فزت ورب الكعبة. لأن كل هذه الحياة كانت لله سبحانه، لم يكن لعلي من نفسه أي شيء، لم يكن لعلي من ذاته أي شيء، لأنه الذي باع نفسه لله، ولأنه الذي شرى نفسه لله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. علي عليه السلام الذي كانت أنفاسه كرامات، حياته كرامات، كلماته حكم رائعات، أفعاله صالحات، ضرباته في صولاته وزولاته ماحيات. علي عليه السلام الذي كان بكله لله، والذي ذاب بكله في الله، والذي أعطى كل ما عنده لله، والذي التصق بساحة القدس مع الله حتى لم يرى أحدا غير الله، بحيث كان لا يستوحش من كل هذه الدنيا وما فيها إذا أدبرت عنه، لأنه كان يأنس بالليل إذا أقبل عليه، كان يأنس بمناجاته لربه، كان يأنس بجلوسه بين يدي الله مناجيا خاشعا مبتهلا متكلما. كانت كل المصائب تهون عند علي لأنها بعين الله سبحانه وتعالى. ولذلك نطق بآخر كلمات وهو يوصي ولده والناس الذين يزعمون أنهم يتبعونه، أوصاهم وكانت الوصية: أوصيكما، للحسن والحسين عليهما السلام، وجميع ولدي ومن بلغه كتابي. أولا، الأمر الأول: أوصيكم بتقوى الله، خافوا الله، لا ترجوا غير الله. كلما أردتم أن تقدموا رجلا أو تؤخروا أخرى فانظروا هل يرضى الله أو لا يرضى الله. ليكن الله نصب أعينكم قبل أن تخشوا الناس، قبل أن تفكروا في الناس، قبل أن تفكروا هل يرضى الأب أو الأم أو الجار أو العم أو الحزب أو العشيرة أو الجماعة أو الدولة أو السلطان أو فلان. فكروا هل يرضى الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة التي أقولها. هل يرضى الله بهذا الفعل الذي أقوم به؟ هل يرضى الله بهذه العلاقة التي أنشئها؟ هل يرضى الله؟ أراقب الله في كل شيء. ولا تأسيا على شيء زوي منها عنكما. كل شيء بيروح من الدنيا لا تأسفوا عليه، لا تيأسوا. اللي راح راح، الله بيعوض. اللي راح مش مكتوب ولا مقسوم، لو كان مقسوم من الرزق المقسوم لأتاكم. فلماذا تيأسوا؟ ولماذا تتهيبوا الأمور؟ ولماذا تنزعجوا إذا ذهبت رزق منك إلى غيرك أو أتى إلى غيرك ولم يأتي إليك؟ كله رايح، ما حدا ما ياخذ معه شيء. اللي معه 50 مليون دولار رايح، واللي ما معه ولا دولار رايح، كله رايح. نعم، أنا مش عم أقول أنه المال بحلش مشاكل، بحل مشاكل، لكن بالنهاية يعيش الإنسان واقعه
ويقنع بما آتاه الله، ولا ييأس بشيء زوي عنه من هذه الدنيا، لأنه حطام الدنيا وسيبقى في الدنيا. وقولا بالحق، كل كلمة تريدون أن تتكلموا بها فلتكن حقا، لأن الله حق وأمر بالحق وخلق السماوات والأرض بالحق وأرسل نبيه بالحق وأرسل الكتاب معه بالحق ليقوم الناس بالحق. ولذلك دائما فليكن الحق هو نهجك، والحق هو سبيلك، والحق هو طريقك، والحق هو كلامك. فلتدر مع الحق كما دار علي. الحق مع علي وعلي مع الحق، يدور معه كيفما دار، كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله. واعملا للأجر. شو بتقدر تعمل أجر يكون ذخر لإلك يوم القيامة؟ سوي. تقدر تعين الناس بمالك، عين. ما عندك مال، من لا يسع الناس بماله فليسعهم بأخلاقه. عندك بسمة حلوة، ما عندك أخلاق، اسكت. عندك بسمة حلوة، ابتسم في وجه أخيك المؤمن، فالبسمة في وجه أخيك المؤمن صدقة. إناطة الأذى عن الطريق صدقة. إناطة الأذى، سبحان الله، اللي بيطلعوا لحالهم بيكونش الواحد قصدهم. هلا قديش عم بيزتوا أذى على الطرقات جماعتنا أو جماعة علي بن أبي طالب. أنا ما إلي شغل بغير جماعتنا، غير جماعتنا الله يهديهم، وجماعتنا هم الله يهديهم. قديش من زت أذى على بعضنا البعض، أوساخ وجي ونتني وبين البنايات وعلى الطرقات وهون وهون. واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. مش بالعكس، مش الظالم دايما بنهتف باسمه، والمظلوم منسب أبو اللي خلفه مثل ما بنعمل دائما، خصوصا بس ينكسر شيء إنسان ويسقط بيكثروا سلخينه من كل جهة ومن كل صوب. شوف هذا مظلوم. أبو ذر كان مظلوم، كل المدينة ما وقفت معه إلا علي والحسن والحسين. كل المدينة ما استرجت إن تظهر تشيعه وتودعه إلا علي والحسن والحسين. كونا للمظلوم عونا، مش للظالم. شوف الظالم منه. إذا كان الظالم ابن عمك لازم تكون ضده في ظلمه طبعا، مش تقطعه. إذا كان الظالم أباك وقف ضده. إذا كان الظالم أخاك وقف ضده. إحنا لا، بالعكس. إذا كان الظالم ابن جماعتك لازم تكون ضده. إحنا بالعكس، خصوصا بالمشاكل اللي بنشوفها. بيعلق واحد مع واحد على أمر تافه، يا ريت يا غيرة الدين ما في غيرة الدين. ما بعرف يا غيرة شو، يا غيرة الحشيشي، يا غيرة المخدرات، يا غيرة الفسق، يا غيرة العشيرة، يا غيرة شو. وهاجمين على بعضنا مثل كأنه هاجمين على اليهود. بتشوفنا هاجمين واثنيناتهم شيعة، واثنيناتهم يقولون أشهد أن عليا ولي الله، واثنيناتهم ما يحلفوا إلا براس علي بن أبي طالب، ونازلين ضرب ببعضهم. شو هذا؟ رحمة نزعت من قلوب الناس. كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. دائما عيشوا حياة، هذا درس علي في ليلة القدر، ودرس علي في حياته، ودرس علي بعد مماته. كونا للظالم خصما حتى لو كان الظالم من أقرب المقربين إليكم، وكونا للمظلوم عونا حتى لو كان المظلوم من أبعد الأبعدين عنكم. فلقد والى محمد صلى الله عليه وآله أبعد الأبعدين، وعاد أقرب الأقربين من قريش بالإسلام وبالدين وبالحق، لأنه يريد أن يكون للظالم خصما.
ثم قال، طبعا الوصية طويلة بس ناخذ منها مقتطفات: الله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معاشكم، الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من عال يتيما حتى استكفى وجبت له الجنة، طبعا بشرطها وشروطها. يعني بدون صلاة يروح يكفى اليتيم ما راح يفوت على الجنة، كل شيء وله شروط، وهاللي دايما بنأكد عليه قول لا إله إلا الله حصني من دخل حصني أمن من عذابي. بدها شروط، بدها شروط الصلاة والصوم. زيارة الحسين أو ما بعرف الإمام الرضا توجب الجنة بشرطها وشروطها، مش كل واحد راح على الزيارة وإجا صار يكذب وما بعرف شو وخلص ضمن الجنة، ما بيمشي الحال، كله بده شرط وشروط. واحد مثلا بكى على الحسين غفرت ذنوبه، هي إذا كانت الروايات صحيحة، بده شروط، كله بشرطه وشروطه. وعلى رأس الشروط توحيد الله سبحانه وتعالى وإقامة الصلاة والصيام والالتزام بالواجبات. الله الله في القرآن فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم. قال والله إذا بده يجي علي بن أبي طالب يتفرج على المسلمين من كل الفئات، من كل لا نستثني أحدا، لا من سني ولا من شيعي، إذا بده يشوفوا كيف عم بيعيثوا في القرآن وكيف أصبحوا أئمة للقرآن بدل أن يكون القرآن إمامهم، وكيف فسروا القرآن بآرائهم وأهوائهم، وكيف طبقوا القرآن على حاجاتهم ومصالحهم، وكيف ابتعدوا بآيات القرآن عن الحقيقة والحق، لبكى دما بدل أن يبكي دموعا. الله الله في صيام شهر رمضان فإنه جنة، جنة يعني وقاية، درع، فإنه جنة من النار. واحد بده يلبس درع من جهنم بده يصوم شهر رمضان، مش يهرب من الصوم، مش يهرب من الصوم. والله هلأ اليوم تعبان وبكرة شوب وبعد بكرة عندي امتحانات واللي بعدها ما بعرف شو بقضيها، سفر وافطار، أو شوي وجع راسه بيقوم بيفطر، أو بده يصوم. كيف بده يحصل على هذا الدرع؟ هذا الدرع بده شغل، بده تعب، مش بس الدعاء اللي بفوتك على الجنة. الدعاء هو عبارة أن تستفتح شآبيب رحمة الله ليستجيب دعائك وليقضي حوائجك، بس في شغل آخر، الصوم على رأسه، جنة من النار. وهذا كلام علي بن أبي طالب مو كلامي. الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، أساس، بدون عمود ما في دين. واحد بيصلي يوم وببطل 10 أو يجمعهم كلهم عشية لأنه بالنهار مش فاضي أو ما بعرف شو، ما بيمشي الحال، بده يحافظ عليها. صحيح هي 5 دقائق بس ثقيلة، وإنها ثقيلة على مين؟ ثقيلة على المشركين، ثقيلة على الكافرين، بس على المؤمنين رحمة، هناء، سرور، سعادة، نسمة باردة جميلة لطيفة. هاي الصلاة، انتعاش، حب، عشق، هاي الصلاة. الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم، الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، الله الله في ذرية نبيكم. وهكذا أمير المؤمنين يوصي أصحابه، يوصي أهل بيته، يوصي أبناءه. ثم انظروا إلى روعة علي عليه السلام. احنا تكلمنا اليوم والأمس شوي عن مقتطفات صغيرة مرت في حياة علي تدل على عظمته صلوات الله عليه. بعد أصلا كل تصرفاته عظمة وكرامات، ولذلك أكرر لا يحتاج علي إلى كرامات تضيفوها إليه، كله كرامات. لا يحتاج علي إلى بعض الخرافات المزعومة تنسبونها إليه، ما بيحتاج. علي أعظم من ذلك. تجي تقول لي ردت له الشمس، عم كرر، سامعين مني اللي بيجوا على المسجد كثير، ردت له الشمس لأنه ترك الصلاة.
بتركبه حرام لحتى تخليه يصلي، لتعمل له كرامة. هو أعظم من الشمس والأرض والسماوات، هو ما بيحتاج. أو مثلا نزل ما بعرف بأي بير وقاتل الجن وما بعرف شو صار، أو شو هالحظة، شو بده فيها؟ عظمته تكمن في كل تصرف قام به. وقت اللي بيجي على صدر عمرو بن عبد ود اللي يعد بألف فارس، بيقعد على صدره بيطفل بوشه بيوقف، يكون بده يهوي السيف. وعلي ليس له خبرة في القتال، بعده جديد يوم الخندق، وهذاك فارس متمرس. تصور ما في تكافؤ من حيث التدريب يعني والخبرة، ومع ذلك يصبر ثم يجهز عليه. بيسألوه ليش طولت بالك؟ وكان كانوا المؤمنين عم يرتعدوا بس نط عن الخندق عمرو بن عبد ود. بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. والنبي عم بيقول من لعمر وأضمن له على الله الجنة، وهوذيك عم يرجفوا، كل المسلمين عم يرجفوا. وعلي بن أبي طالب قعد عليه مثل ما بيقولوا وصبر. لماذا صبرت يا علي؟ قال لأنه تفل في وجهي فغضبت، فخشيت إن أنا ضربته أن أضربه لنفسي وليس لله. كل تصرف ولو صغير بده إياه لله، مش فارقة معه. بيرجع بيقتلوا عمرو بن عبد ود، مش فارقة معه فارس بألف فارس، مش فارقة معه. كل مهم تكون الضربة خالصة لله، ما فيها تشفي. بالله عليكم، احنا مع زوجاتنا بالبيت اذا زعلنا منها شوية بنصير بدنا نتشفى لانه انقهرنا. مع اولادنا اذا انقهرنا منهم بنصير بدنا نتشفى منهم، اما بالكلام النابي او السيء او بالضرب او ما بعرف شو. مش مع الاعداء. واحنا من جماعة علي بن ابي، هاي كرامة علي، هاي عظمة علي. هون بتبين وقت اللي بنقول بكله لله، مش خايف يموت حتى ما تكون في شيء من الضربة ليس لله. قديش عظمة علي بن أبي طالب. بعد شو بتطلع قدام الشمس ورد الشمس شو بتطلع قدام الحكاية البلا طعمة هاي. هنا تكمن عظمة علي عليه السلام. علي يلتفت إلى ولده الحسن، قال له يا بني ارفق بأسيرك. شايف عبد الرحمن ابن ملجم خارجي، يعني من هول اللي بيكفروا علي بن أبي طالب، من الخوارج، وجاي مثل ما بيقولوا بده ياخذ راس علي بن أبي طالب مهر لأخته لعمر بن عبد ود. هيك بيقول التاريخ، وان كنت أنا بظن في مؤامرة كبيرة. القصة مش قصة بالطريق، هي قصة مهر. ومع ذلك وضرب علي بن أبي طالب، اشترى سيفه بكذا وسمه بكذا. وإجا الطبيب وكشف على الجرح وقال له يا علي اعهد عهدك. وعلي بن أبي طالب عم بيطلع بعبد الرحمن بن ملجم وبيقول له لابنه يا بني ارفق بأسيرك، ألا ترى إلى عينيه قد غارتا في أم رأسه؟ ارحم أسيرك. وين في منه هيدا؟ أنا بدي بعرف إنكم سامعين هالقصص، بس اللي بدي إياه منكم شوفوا أعظم عبادي لله سبحانه وتعالى بليلة القدر وبغير ليلة القدر إن نفهم أئمتنا مزبوط لحتى نقتدي فيهم. أعظم من الدعاء ومن كل شيء، لأنه فعلهم قرآن، فعلهم إسلام، فعلهم دين. فكروا شوي، شوفوا في شيء مخلوق بالأرض بيوصي بعدوه اللي قتلوا وبيقول له لابنه ارحمه؟ شو رأيكم؟ شوفوا اللي يجيبوا لمين، أي حاكم، أي زعيم، أي شيخ. ما بدي لكم أي زعيم وأي سلطة، أي شيخ مثل حكايتي. في شي حدا بيعمل هيك؟ أكثر بيشرب لبن وبيقول له شرب أسيرك من نفس الكوب، شربوا من اللبن. أي إنسان أعدل من هذا وأرحم من هذا الإنسان؟ ثم ينظر إليه ويقول انظر إن أنا مت من ضربتي هذه إن هي ضربة بضرب.
ولا يمثل بالرجل. وإياكم والمثلى، فإني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثلى ولو بالكلب العقور. شوفوا المسلمين قديش عم يمثلوا ببعضهم هلا، الذبح والحرق وقصص وروايات. علي بن أبي طالب بيقول له ضربة بضربة، ما بجوز لك ضربتين يا حسن يا ولدي. يا أخوان لو سمحتوا اقعدوا واسمعوا الحكي، أهم من المي والشرب وكل شيء، وبس تخلصوا اشربوا واعمل بدكم إياه. ما بسمح لك ضربتين، ضربة وحدة. ولا تقولوا قتل علي بن أبي طالب ودم علي بن أبي طالب بدم عشير، ما بكفي عشيرة عبد الرحمن بن ملجم. ولا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين وتقولون أنه هذا علي بن أبي طالب. أنا ما بسمح لكم. رجل برجل، رجل برجل. هاي وين بقاموس كل البشر؟ أحزاب وجماعات وعشائر وقبائل، ما احترامنا للجميع. بيقتلوا واحد بيروح بيقتلوا واحد بريء. ولا تزر وازرة وزر أخرى، هاي مش مرأة بقاموس الناس، حتى تشوفوا قديش الدين بعيد عن الناس، أو قديش الناس بعاد عن الدين. قديش. هذا علي عليه السلام بكلمات قليلة، ولكن إذا أردت أن تغوص إلى علي، إلى علم علي، إلى زهد علي، إلى شجاعة علي، إلى طاعة علي، إلى عبادة علي، إلى كرامات علي، إلى نهج علي، لما استطعت أن تصل إلى كل بحوره صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان علي عليه السلام يساوي نفسه بضعفة الناس، وهو الذي كان يقول إن الله أخذ على أئمة العدل أن يساووا أنفسهم بضعفة الناس، وأن لا يقاروا على قضة ظالم ولا على سغب مظلوم. يعني لا يجوز لإمام المسلمين أن يجلس على مائدة الظالمين وأن يسكت عن حقوق المظلومين. ما يجوز له، ما يجوز له اللي بيقعد بمستوى مسؤولية، سواء كان مسؤولية مرجعية دينية أو مرجعية دينية رسمية أو أي شيء، ما بيجوز له يسكت عن ظلم المظلومين. يجب عليه أن يرفع الظلم عن المظلومين. ولذلك في مثل الليلة السابقة التي ضرب فيها أمير المؤمنين عليه السلام، وهو القادر على أن يأكل مما لذ وطاب، فبيت المال تحت أقدامه. ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسيج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة والأشربة، ولعل في الحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالشبع ولا طمع له في القرص. أطمع بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر، أو أكون كالبهيمة همها علفها. ما عنده شغل غير يأكل ويشرب ويلبس ويتفخفق على الناس، بده يساوي نفسه بضعافة الناس. ولذلك وقت اللي فات عنده ابن عباس والدنيا قايمة مش قاعدة بعد مقتل عثمان، وعلي بن أبي طالب قاعد عم بخيط الصرمية، عم بخيط النعل، يخيط نعلة. قال له ابن عباس يا أمير المؤمنين أنت عم تخيط نعلك والدنيا قايمة برا مش قاعدة؟ الإمام مهتم، طلع بابن عباس قال له كم ترى هذا النعل تساوي؟ قال له وين احنا وين انت؟ احنا بدنا اياك خليفة وانت بتقول لي نعل مخزق. قال مع ذلك كم قال لا يساوي شيء. قال درهم أو بعض درهم. قال والله إن هذا النعل أفضل عندي من إمرتكم إلا أن أقيم حق أو أدفع باطل. إن شاء الله فكرك أن الدنيا بتهمني والكراسي والزعامة والمكاني، وهذا بيحفر لهذا وهذا بيقدم تقرير بهذا وهذا بيروح بيوشي بالمؤسسة عند المدير على هذا لحتى يقعد مطرحه أو ليطلعه من شغله،
وهذا بيقدم فواتير ما بعرف شو تزوير، وهذا بياكل مال حرام، وهذا مش فارقة معه، وهذا بيقبض على ظهر العمال لأنه هو مسؤول عن 4-5 موظفين، وهذا وهذا وهذا، وهن بعدهم صيصان صغار بمؤسسة بسيطة. علي بن أبي طالب كرسي المسلمين كلها قال له ما بتسوى عندي نعل مخزق، نعل مخزق ما بتسوى إلا أن أقيم حقه وأدفع باطل. كان الزاهد بحق. ولذلك لما في الليلة التي ضرب فيها كان عند ابنته أم كلثوم كما يروي الرواة، صايم شهر رمضان، جابت له إدامين، صحنين كأنه في صحن فيه إدامين، نوعين من الطعام وملح جريش. نوعين ما بيقبل، نوعين ما بيقبل. نحن لازم يكون في فتوش وشوربة والطبخة الأساسية، مقبلات، بطاطا مقلية، وبعد منها حلو، وحلو على أنواع، والشاي شاي، والقهوة قهوة، والنسكافيه، والعصيرات، والجلاب، والدنيا قايمة مش قاعدة. وآخر شيء بنصير ننفخ يا بطني، مش هيك؟ لا بيعود فينا ندعي الافتتاح، ولا بيعود فينا نروح على ليلة قدر، ولا بيعود فينا نستغل هالأيام. بدك تحاول تسكته لهذا الطفل، مش ظابطة الحكاية. وما بيعود فيك تعمل شيء وتستغل، لأنه هاي اللحظات راحت. انتوا لاحظوا احنا ليلة 21، وين رمضان؟ راح. يعني 20 يوم انت شو عامل؟ هو اللي بتكسبون، هو اللي بتكسبون، واللي راحوا. ولذلك كان رسول الله يشد المئزر، يشد مئزره في العشر الأواخر، يعني كأنه عبارة عن أنه ما كانش ينام لحتى يحيي الليالي الأواخر لحتى يستغل هاي اللحظات. علي بن أبي طالب عليه السلام اطلع قال له أي بنية جايبت لي إدامين بطبق واحد؟ معقول أنت؟ أنا أريد أن ألحق بأخي وابن عمي رسول الله، مالي وللدنيا. طيب بس التفت إليها وقال أي بنية أإدامين في طبق واحد؟ إنني أريد أن ألحق بأخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. أما علمت أن في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب؟ أي بنية ما طاب مأكل امرئ إلا وطال وقوفه بين يدي الله عز وجل. شو جايب لبيك؟ طبعا مش لهالدرجة، أنا بقدرش أعمل هيك، مش عم بأمركم بشيء أنا بقدرش أعمله، لأنه أمير المؤمنين عم بيقول أنتم، قال في حديث آخر ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، يعني الدشداشي واللي جوا الكنزي، ومن آخره بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة، ورع عن محارم الله، واجتهاد في طاعة الله، عفة الفرج والفم عن أكل الحرام، وعفة وسداد في الرأي. لكن باعتباره إمام المسلمين عليه أن يساوي نفسه بضعفة الناس. ولذلك يقال أنه كان يخرج في تلك الليلة ينظر إلى السماء ثم يعود إلى داخل الدار حتى اقترب السحر، أكل شيئا خفيفا ثم خرج إلى المسجد. وهو خارج إلى المسجد يقال كما يروي الرواة أنه علق مئزره في الباب وهو يريد أن يفتح الباب ليخرج إلى المسجد. لما نظر إلى مئزره عالق في الباب يقال أنه تمثل بأبيات من الشعر: اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك، ولا تجزع إذا ما حل الموت بناديك، كما أبكاك أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. ثم ذهب إلى المسجد
أذن المؤذن أقام الصلاة اصطف المسلمون وقف اللعين خلف الإمام وقد خبأ سيفه تحت ثوبه ركع الإمام الركوع الأول ثم قام من سجوده إلى الركعة الثانية لما هوى في سجوده الثاني قام اللعين شاهرا سيفه هاويا به على قرن الإمام مخضبا بها وجهه ولحيته والإمام يقول فزت ورب الكعبة والله الآن تهدمت والله أركان الهدى الآن انقطعت العروة الوثقى الآن انقطعت العروة الوثقى قتل علي المرتضى قتل ابن عم المصطفى أكمل المصلون صلاتهم أحاطوا بعبد الرحمن بن ملجم قبل أن يهرب حملوا الإمام إلى داره قبل أن يصل الإمام إلى داره قال أنزلوني ها هنا قالوا لماذا يا أمير المؤمنين قال لئلا تراني ابنتي زينب وأنا على هذه الحالة فينخلع فؤادها لما نظرت زينب إلى الجمع قد أقبل صدت يا هل جايبين والله ونادت يا هل شايلين وياكم لما سمعها الحسن والحسين صاحوا يا زينب زيدي الونين والله أبونا علي مطبر الراس نصين. نعم في مثل هذه الليلة جلس أمير المؤمنين مع أبنائه شعر بندو أجله أخذ يوصي وصاياه أبنائي أحسن الله لكم العزاء عظم الله لكم الأجر الله خليفتي عليكم أستودعكم الله جعلتكم في رعاية الله وحفظه ثم غمض عينيه وهدأ صوته وارتفعت روحه إلى بارئها فصلوات الله عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. ثم قام الحسن عليه السلام بتجهيزه كما أوصاه بتكفينه حملوا الجنازة دفنوها في النجف في الموضع الذي هو فيه إلى يومك هذا والله أبو حسين ما تمم صيامه اجى العيد وأولاده يتامى ألا هل درى الإسلام أن زعيمه نعى لقي جبريل حوله ينعاه ألا هل درى المختار أن حبيبه بسيف عدو الله أضحى صريعا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
اللهم إنا نسألك باسمك العظيم، نسألك بمحمد وأنت المحمود، نسألك بعلي وأنت الأعلى، نسألك بفاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، نسألك بالحسين وأنت المحسن، نسألك بالحسن وأنت المجمل المفضل، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مكروها إلا دفعته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. إخواني الحاضرين، احفظهم بحفظك، أيدهم بتأييدك، وفقهم لما تحب وترضى، اقض حوائجهم، يسر أمورهم، فرج همومهم، ارحم أمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات وشهداء الإسلام وأموات المؤسسين وأرحامنا المنسيين، إلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.